يا صباح الفل والياسمين، صبايا كيفكن؟ شو اخباركن؟ طمنوني عنكن. هون مثل ما شايفين بلشت لكم الفيديو انا برات البيت. هون تقريبا كانت شي الساعه 9 الصبح. طلعت من بكير مشان بدي امرق على الجامع اللي جنب بيتي مشان اشوف اذا فتحوا التسجيل للسنه الجايه. هون النظام، هون في صبايا يمكن ما بيعرفوا، ما بعرف. حتى جوامع هون بتفتح لاعمار صغيره، اذا في حدا حابب يسجل اولاده بالجامع بدال الروضه. في سجل بالجامعة بس لحدية الروضة، يعني انه بتعرفوا الروضة ما لها شيء كتير مهم مثل الاول. فالاهالي اللي ما بيحبوا يسجلوا اولادهم بالروضة فيهم يسجلوهم بالجامع. هلا انا هون رحت قالوا لي انه لسه التسجيل مو فاتح، بده ل1/8 لحتى يفتحوا. بس هون عطوني فورم قالوا لي انه بتعبي وبتجيبي يا بنقبلك ابنك عمره يا ما بيقبلوه. هلا انا من اول شهر 7 كمان رحت سجلته بالروضة، كانوا فاتحين تسجيلات على الروضة بداية الشهر السابع. رحت سجلته هنيك وقبلوا لي اياه، قالوا لي عمره انه بناخده. بس مشكلة الروضة كتير كتير بعيدة على بيتي، يعني بدها تقريبا تلت ساعة مشي. وهون بيكونوا الجو عندهم بالشتا كتير بيكون برد وتلج، فأكلت هم كتير انه معي ولدين وولد وابني الصغير، يعني انه كتير عمره صغير، فخفت يعني انه من المشوار البعيد لا سمح الله يمرض او شي كتير رح اتعذب. مشان هيك رح شوف الجامع، اذا الجامع بياخد لي ابني رح سجل ابني بهالسنة بالجامع، ما رح سجله بالروضة. لانه الجامع كتير قريب على بيتي، مشي دقيقتين بكون جنب الجامع. فلا شوف اذا ما اخذوا لي اياه اجباري بدي اروح خليه يداوم بالروضة. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear friend. مرحبا كنان. مرحبا كنان. تعال نبوله، تعال حاكيها، خو حاكيها. مرحبا. مرحبا. مرحبا تعال. هلا هون فتت طلعت لابني هاي اللعبة مثل ما شايفين. هي بتطلع اغاني وكمان بتقلد الصوت. اجتها فترة كتير، يعني اغلب الصبايا يمكن بيعرفوها كتير، هيك يطلع لها فيديوهات على الانترنت. فهون جايبت له لابني الصغير منها مشان يلتهى فيها، وفعلا كتير بيحبها. بشغل له اياها وقت يشوفها عم تتحرك بيتسلى. وحتى اوقات حالات اول ما توقف الغنية بصير اي حدا بيحكي قدامها دغري بتقلد الصوت. فاوقات وقت حتى هو بيبكي بتقوم بتقلد صوت البكي تبعه، فهو هيك انه بيتفاجئ وبيسكت، يعني بصير بيتابعها شو عم تعمل، شلون عم بتقلده. فهون حطيت له اياها مثل ما شايفين بس مشان احسن افتح ورد على تعليقاتكم على الفيديو تبعي. غير هيك ما بيخليني ابني ولا باي شكل انه احسن رد على التعليقات. مشان هيك اوقات اعذروني، في فيديوهات اوقات ما بحسن لحق انه رد على التعليق، بس لانه بتعرفوا الوضع، يعني انه ابني صغير وهيك. والله وقتي مو بايدي، بايد ابني، يعني هو بيتحكم فيني شو فيني اعمل شو ما فيني اعمل. وكمان حابة كتير اتشكركم على تعليقاتكم على الفيديو الماضي. على فكرة عن جد كتير هيك فرحتوني. كنت مفكرة انه اغلب الصبايا ما لها حابة اسم القناة. عن جد انصدمت وقت لقيت انه لا، اغلب التعليقات عم يقولوا لي انه لا تغيري اسم القناة، انه كتير حلو. على فكرة على قد ما اجاني تعليقات يعني من كذا صبية قالوا لي انه اسم القناة صعب وهيك ما عم نحفظه، فعن جد حسسوني انه اسم قناتي كتير صعب وما حلو.
فشكرا لكم على تعليقاتكم. خلص اقتنعت، ما رح اغير اسم القناة. وكمان في صبية كتبت لي انه فعلا اقتنعت بفكرتها، انه في صبايا ما لهم مشتركين بالقناة ممكن بيتابعوا او بتطلع لهم الفيديوهات تبعي بدون ما يشتركوا، يعني بينسوا يشتركوا. فبهالحالة انا اذا غيرت اسم القناة ما عاد يلاقوها ابدا لقناتي، مشان هيك خلص ما رح اغير الاسم. هلا هون كمان مثل ما شفتوا طلعت على البلكون من زمان وانا عم قلكن هي السجادة اللي فاردتها بالبلكون. حاسستها وقت عم ندعس عليها كتير كتير بتحسوها انه معباية غبرة من جواتها. فهون مثل ما شفتوا جبت هي المي وبلشت كت عليها المي من كل الجوانب، وبلشت بالنشاف هيك امسح المي مشان توصل لكل الأراني وتنزل الغبرة تبعها. هلا هاي السجادة بتجي مخصصة للبلكون، وبتجي مخصصة انه تتحمل مي وينكتلها مية. من وقت ما اشتريتها هيك اللي الزلمة اللي اشتريتها من عنده فمثل ما شايفين انا عم بحط لها مي والمي دغري عم تنزل من تحتها. فهون كلياتها ساويتها، ومثل ما شفتوا كمان تحتها كان كتير كتير مغبر وكتير طلع منها غبرة. فهون كلياتها حطيت لها صابون للبلكون، وبلشت كلياتها نظفها ونظفت كل الزوايا. عن جد كانت كتير كتير موسخة البلكون، بكون انه من السنة الماضية انا فاردة هالسجادة وما عم بحسن ساوي تحتها. بصراحة خفت انه كنت كتير مية عليها بالشتاء بتقوم ما عاد تنشف، بيكون هون اغلب الوقت درجات الحرارة بتكون كتير نازلة، فخفت من هالنقطة. فهون استنيت لحتى صيفت الدنيا وعملت لها هالتعزيرة المرتبة. وعن جد انه ما شاء الله ما تحملوا السجادات شغلة ساعة كانوا منشفين. في سجادة مثل ما شايفين انا عاملتها قسمين، هي اول سجادة فردتها، هي فورا لقيتها ما عاد نزلت مي يعني دغري نشفت. السجادة الثانية تركتها شوي معلقة على البلكون لانه حسيتها لسه عم تنقط شوية مي، وفوق هاد شغلة ساعة تركتها ورجعت فردتها كانت لساتها شوي مبلولة. للمساء على السهرة جيت طلعت المساء على البلكون انا وزوجي دعست عليها، كنت متوقعتها انه يكون ملمسها مي، ما احلاها نشفاني على الاخير ما في ولا نقطة مي. هون كمان فوتت هدول الوردات اللي كنت حاطهم على البلكون، كمان عن جد معبايين غبرة مثل ما شفتوا. هلا الفرق بين التنتين وحدة لونها اسود ووحدة رجعت ما احلاها. فهون كلياتهم غسلتهم، وفي وردات شلتهم من قلب العلب تبعهم ونقعتهم بالمي حتى يعني تنزل الغبرة تبعهم كتير منيح، لانه دول كانوا اكتر شي مغبرين. وعن جد ما احلاهم، رجعوا بيجننوا عم يضووا ضوي ونطفوا كتير. فهون حطيتهم شوي لحتى ينشفوا، قلت لحالي بهالوقت لحتى بلش بالطبخة. هون قررت أعمل طبخة عراقية، صار لي فترة كتير وأنا حابة إنه أجرب الأكل العراقي. وكمان في صبية قالت لي إنه يا ريت تجربي إنه شي من أكلنا. وأنا بصراحة أنا من نوع كتير بحب أجرب أنواع أكل، بس يعني إنه ما بعرف إنه كل بلد شو مشهورة، شو الأكلات اللي فيها اللي كتير مشهورة وطيبة، ما عندي فكرة. فهون فتحت على النت وطلعت لي انه من الاكلات المشهورة بالعراق هي الاكلة رز بالجزر. هن بسموها بالعراق يمكن تمن بالجزر او طاجينة الجزر، ما ان شاء الله اكون عم بلفظن منيح. آه، فهون حسيتها يعني انه مكوناتها سهلة وموجودة عندي، فحبيت هون جربها. هلا بصراحة كمان انا كتير حابة اجرب الدولمة العراقية، كتير بيقولوا عليها طيبة. بس فتحت حضرتها بيحطوا لحم شقف. ونحن هون بالبيت المشكلة ما بنحب اللحم تكون شقف. فهون يعني بحب شغلات يكون اللحم فيها ناعم، لانه زوجي واولادي انه ما بنحب هيك اللحم يكون كبير. فيا ريت تقولوا لي اذا بتنعمل الدولمة العراقية بدون اللحم، لانه عن جد كتير كتير حابة اجربها. واكتر شي حبيت فيها انه بيحشوا البصل بيعملوه دولمة، فانه عن جد كتير حاسة انه طعمة البصل حتكون كتير طيبة. فعن جد حابة اجربها. واذا في صبايا بيعرفوا شو طريقتها من العراق يا ريت تكتبولي شو هي مشان اجربها. هون مثل ما شفتوا هي طريقة التمن بالجزر. هي بعرف ان شاء الله كمان انه اكون عملتها صح، طبقتها مثل ما
بتعملوه مثل ما بيعملوها أهل العراق، بس أنا هيك شفت صبية عاملتها فعملت مثلها. أول شي قليت بصلة واحدة فرمتها ناعم وقليتها، بعدين حطيت فوقها لحمة، وبعد ما تقلت اللحمة حطيت فوق الجزر قطعته مربعات صغيرة قليته مع بعض، بعدين حطيت له المي لحتى ينشف الجزر. هلا هون تركته لبين ما يستوي الجزر، وطلعت على البلكون لحتى افرد باقي الغراض، فردت السجادة طلع ظبط هدول الوردات رجعون لأرانيهم. هلا هون رجعت على المطبخ، كان الجزر عندي مستوي صار طري كتير منيح. هون حطيت له بقى المي اللي هي حسب عيار الرز. انا هون حاطه 4 كاسات رز كبسه، فحطيت لهم 5 كاسات مي، بحط كاسه زياده لرز الكبسه. وبعدين هون بلشت احط البهارات هي كتير شفت طرق وكل وحده عامله حاطه بهارات شكل ما بعرف. نقيت هاي الطريقه قولوا لي اذا بصح بهاراتها ولا لا. حطيت نص معلقه قرفه، نص معلقه هيل، طبعا معالق صغيرة. حطيت معلقتين صغار ملح، حطيت نص معلقة كركم ونص معلقة كمون، و وحطيت كمان فلفل اسود. هي البهارات اللي استخدمتها. وحطيت كمان حبتين من هذا الليمون اللي مجفف. هلا هن بسموه شي تاني وهن بيفرموه فرم بالعراق، بس انا هون ما له متوفر عندي غير قطع ليمون كبيرة، فهون حطيت قطعتين. وهون كنت عم جهز السلطة، حبيت اعمل قدامها سلطة كمان. شفت في منهم بيحطوا لبن قدامها. هون انا حبيت ساوي سلطة انه عيلتي بيحبوا السلطة مع أكلات الرز أكتر. طبعا بعد ما حطيت البهارات فوق الطبخة، بعدين تطبخوه عادي مثل أي طريقة رز عادي، بس تنشف المي بتحطوه على نار نايسة 10 دقايق لحتى يتهدى الرز معكم. هون كمان حبيت حط على وشه لوز، قليت لوز وحطيته على وشه. عن جد الأكلة كتير كتير طيبة، كتير حبيتها. وقت رجع زوجي كمان داقها. بصراحة اللي احنا أول مرة بنعملها، يعني أول مرة بدوق الرز مع الجزر. ما بعرف يمكن في صبايا يكونوا دايقينه، بس أنا هي أول مرة بدوقه. عن جد كتير حبيته، كتير طعمته طيبة، وحسيته هيك طعمة الأكلة يعني هيك قريبة كتير لأكلنا اللي احنا السوري. يعني ما لقيتها طعمة انه هيك غريبة. وفكرة الجزر مع الرز عن جد كتير حبيتها، وحتى البهارات اللي بقلبها كتير كتير طلعت طيبة. ان شاء الله مع الايام حابة هيك كمان لسه اجرب اكلات جديدة، وحتى حابة اجرب اكلات من غير بلدان. يعني في من ليبيا بيقولوا عندهم مشهورة اكلة اسمها المبكبكة، كمان حابة اجربها. في كمان بالجزائر بيعملوا من الجزائر او المغرب بيعملوا اكلة انا شايفة هيك صورتها
بتجي هيك متلها عبارة عن يمكن مفتول أو شي بيسموه، وبيجي على وشها خضار جزر هيك قطع كبيرة، كمان هيك شكلها كتير حاببتها. بس ما بعرف إنه شلون طريقتها، وين ممكن لاقي هي هذا الشي اللي بيطبخوه. كمان حابة أجرب أكلات من كل البلدان، فاكتبوا لي كل بلد إنه بشو مشهورة أكلة، مشان حاول أجيب أغراضها وساويها إن شاء الله. كل فيديو بدي خصصه لأكلة معينة من بلد.